اليوم كان افتتاح مطعم 5 أخوات في مدينة تعز. الأخوات اللي هن من فئة الصم والبكم. تخيلوا بعد ما خلصوا الافتتاح في واحد شاف واحد شغال بمنظمة جالس يترجم للفتيات بلغة الإشارة. هذا الآدمي اكتشف اكتشاف عظيم. ايش الاكتشاف؟ قال ان الرجال زوجته صديقة هذول الفتيات، وانهن ما طلعن شخوات، هن 5 صديقات، من ضمنهن هذا الرجل اللي شغال بالمنظمة، وان المطعم يخص الرجل وزوجته، وهذول البنات شركاء معاهم، وان البنات هذول، هذا من ناقل الخبر اللي يتكلم الكلام هذا، ان البنات هذول استغلين الشعب اليمني عشان يسوي لهن دعاية ويتعاطف معاهن. واليوم الناشتين وأمراض الشهرة شغالين تشويه وشيطنة للبنات، شيطنة للبنات، قلبوهن نصابات، طلعوهن حراميات، طلعوهن شغالات تبع منظمات، وحدهن وصفتهن. والله العظيم اتخذوهن محتوى. روحوا البرنامج الأزرق بتشوفوا شيء يشيب منها الراس. وإذا كانن صديقات بالعكس، 5 فتيات من فئة الصم والبكم صديقات فتحين مشروع، هذا أجمل وأحسن. هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأخوات غاليات، بدل ما تبلعوا لسانكم يا أمراض الشهرة وتسكتوا، لا، فرصة نجمع لايكات ومتابعين. يلا خلنا نشوه سمعة البنات ونفشل مشروعهن. ليش؟ في واحد شغال بمنظمة هو زوجته شريكة مع البنات، يعني شوف المبرر. وبعدين ايش؟ واحد نشر من الناشطين حق البرنامج الأزرق اللي فيهم محنة شهرة، واحد نشر والبقية يلا بدون ما يتأكدوا. وصلني والله العظيم ما وصلهم خبر إلا يمكن واحد، والبقية ناقل من صفحة هذا الملقوف. كل التوفيق لأخواتنا، الله يوفقهن ويرزقهن استمرين، وما عليكن من هذول الأمراض، أمراض النفوس. هذول طلاب الشهرة، هذا شهرتهم بإيش؟ بتشويه سمعة الناس. هذا هم مشاهير بالمجال هذا، ما عندهم محتوى، أمراض. إذا ما جلسوا يعملوا مشاكل ويشوهوا سمعة البنات وسمعة ناس كثير من فئة الشعب اليمني، ما حد بيتابعهم. هذا هو محتواهم. استمرين والله يوفقكم. تحياتي.